عندما لمح عمر بن الخطاب أبو مريم قاتل أخيه زيد، لم يتوقف عمر مكانه، بل توجه له بشكل مباشر ووقف أمامه، فعم السكوت المكان، والجميع أصبح بانتظار الخطوة التالية. ماذا سيحدث؟ أمير المؤمنين في مواجهة أبو مريم قاتل أخيه. بدأ عمر وقال لأبو مريم: هل أنت قاتل زيد؟ فقال أبو مريم: نعم، أنا قاتله. فقال عمر: اغرب عن وجهي، فوالله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسكوب. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وكيف سينتهي هذا الحدث؟ التقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقاتل أعز الناس إلى قلبه وأحب الناس إليه أخيه زيد بن الخطاب، فدار بينهم حوار قصير، لكنه من أعظم الحوارات التي وثقتها كتب السيرة والتاريخ. فما الذي حدث بينهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن هؤلاء الرجال صحابي جليل وشقيق واحد من أعظم وأعدى الخلفاء المسلمين، وهو الفاروق عمر بن الخطاب. استشهد في اليمامة سنة 12 للهجرة، عندما خرج جيش المسلمين ليدافع عن دين الله ويقاتل جيش مسيلمة الكذاب. إنه الصحابي الجليل زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب كان أكبر من عمر سنا، وأسلم قبله واستشهد قبله، وكان من الناس الذين يقتدي بهم عمر بن الخطاب ويحبهم، وأثر عليه قبل إسلامه وحثه على الإسلام، ولم يترك معركة من المعارك إلا وخاضها. كان يرافق النبي في كل معاركه وغزواته بجانب بقية المسلمين، حتى بعد وفاة نبينا لم يتخلف زيد عن الجهاد. عندما جاءت معركة اليمامة التي تعد من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وقف زيد وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله، أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. عندما بدأت المعركة كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين، وفجأة انكشفت ثغرة في صفوف المسلمين حتى تفوق جيش المرتدين على المسلمين. فكان زيد بن الخطاب يقول: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة. وأخذ يشد بالراية ويتقدم بها ليقاتل المرتدين، ثم قاتل بسيفه حتى هاجمه أحد المرتدين ويدعى أبو مريم السلولي، فاستشهد زيد. فوصل الخبر لعمر بن الخطاب، فحزن عمر وبكى أياما وليالي على حبيبه وأخيه زيد. وكان الناس يرون تغيرا كبيرا في جسد عمر، فضعف جسده وظهر الشيب على وجهه من التأثر على فراق حبيبه زيد بن الخطاب. استمر التأثر أياما طويلة، وعمر لا ينساه في سجوده ويدعو الله أن يراه في منامه، وكان يردد دائما ويقول: رحم الله أخي، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وكان يقول عمر بكل لهفة واشتياق لأخيه: ليت الصبا تهب فتأتي بريح زيد بن الخطاب. فالشوق بلغ مبلغه، والحنين يعصر قلبه، فمن فارقه هو أخيه وسنده بعد الله. وفي مرة من المرات قابل عمر بن الخطاب متمم بن نويرة، وهو أحد الشعراء المعروفين آنذاك،
فقال له: يرحم الله زيد بن الخطاب، لو كنت أقدر أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك. وكان متمم قد رثى أخا له توفي بأبيات كثيرة، فقال متمم: ولو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه. بمعنى لو أن أخي مات كما مات زيد لما حزنت عليه. فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به. فكانت هذه الكلمات البسيطة كالبلسم على قلب عمر، ولم يواسيه أحدا كما واساه متمم بهذه الكلمات. ومرت السنين وما زالت ذكرى زيد تفوح في عقل وقلب عمر، حتى تولى عمر بن الخطاب خلافة المسلمين وانشغل في شؤون المؤمنين، وبدأت الدولة الإسلامية تتوسع أكثر وأكثر، والخير بدأ يتدفق على المسلمين من كل جانب بفضل من الله. وكان عمر يوزع الخيرات بالعدل على كل المسلمين بنفسه ويشرف على التوزيع. وأثناء وقوف عمر على عملية التوزيع لمح شخصا بين الصفوف، إن هذا الشخص أعاده سنوات للوراء وفتح جرحا عميقا لم يلتئم بعد. لمحه واقفا شامخا لا يهاب شيئا، منتظر دوره حتى ينال نصيبه من الخير، حاله كحال بقية الناس. لقد لمح عمر قاتل أخيه وحبيبه وسنده زيد، فلم يستطع أن يصرف نظره عنه. استمر عمر ينظر إليه وقلبه يعتصر على أخيه، استمر ينظر إليه والحنين يداهمه من كل جانب، والغضب والقهر ينال من روحه. عمر كان ينظر إلى أبو مريم السلولي الذي أسلم بعد حروب الردة وحسن إسلامه، لكنه لطالما كان يتجنب عمر بن الخطاب. أبو مريم عرف عنه أنه حاد الطباع وقوي البنية وشديد الذكاء. عندما لمحه عمر لم يتوقف بمكانه ويتجاهله، بل توجه له بشكل مباشر ووقف أمامه، فعم السكوت المكان، والجميع أصبح بانتظار الخطوة التالية. ماذا سيحدث؟ أمير المؤمنين في مواجهة أبو مريم قاتل أخيه لأول مرة منذ سنوات. كيف سيكون هذا الحدث وكيف سينتهي؟ بدأ عمر وقال لأبو مريم: هل أنت قاتل زيد؟ فقال أبو مريم: نعم أنا قاتله. فقال عمر: اغرب عن وجهي، فوالله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسكوب. فنظر أبو مريم لعمر وقال له: هل يمنعني هذا حقي؟ بمعنى كل كرهك لي سيمنع عني الخير والعطايا. فقال له عمر بن الخطاب: لا يمنعك حقك. فضحك أبو مريم وقال له جملة خلدها التاريخ، قال له: إذا مالي ولحبك، إنما الحب للنساء ولا يبكي عليه إلا النساء. بمعنى حبك لا يعنيني ولا يهمني، بمعنى حبك لا يعنيني، والحب فقط للنساء. فشعر سيدنا عمر بصفاقة الرجل فصمت وأعطاه حقه وانصرف. قد كان الفاروق عمر العظيم والذي اقترن اسمه بالعدل لم يجعل ثأره لنفسه ذريعة للثأر لأخيه، بل أحسن إليه وكان عادلا معه. بعد هذه الحادثة أبو مريم هاجر للشام وقيل لليمامة حتى لا يلتقي بعمر أبدا. وبعد وفاة عمر بن الخطاب عاد أبو مريم للمدينة
واستقر بها وأنجب أبناء صالحين. المصادر: الإصابة في تمييز الصحابة، الكامل في التاريخ لابن الأثير، مسند الإمام أحمد.